رحلتنا النهاردة لآسيا الوسطى، وبالتحديد لدولة كازاخستان، واحدة من أكبر الدول مساحة في العالم، واللي موقعها المتميز بين آسيا وأوروبا، وبالتحديد بين روسيا والصين، خلاها تجمع عادات وتقاليد متنوعة من أكتر من دولة. وأكيد رمضان هناك هيكون ليه شكل تاني. خليكم معانا، وأهلا بيكم في كازاخستان. بيبدأ الاستعداد لشهر رمضان في كازاخستان بتنظيف وتزيين المساجد والبيوت، وشراء المواد الغذائية وخصوصا التمر بكافة أشكاله وألوانه، اللي بيتم شرائها وتخزينها بكميات كبيرة جدا. وكمان بيتم ذبح المواشي زي عيد الأضحى بالظبط، وتوزيعها على المحتاجين. بيعتبر شهر رمضان احتفالية ومهرجان يومي بالنسبة للأطفال، فكل يوم بعد صلاة التراويح بيخرج الأطفال للشوارع بالفوانيس يغنوا أغاني وأناشيد رمضان، وبيقابلهم الكبار بتوزيع الحلوى عليهم. وبيزيد اجتهاد الشعب الكازاخي في العبادة خلال الشهر الفضيل جدا، فأغلب الأسر بتخرج لصلاة التراويح كاملة، وبيتم التواجد في المساجد لحد وقت السحور، وبعد الفجر بيناموا عدد ساعات بسيطة جدا لحد الصبح. وبعض الناس بيكملوا في المساجد حتى بعد الفجر، يقروا القرآن حتى الشروق، وبعد الشروق بيتم عقد دروس دينية في أغلب المساجد لتعليم أصول الدين والقرآن، وبتمتد هذه الدروس لحد أذان الظهر. وأغلب الصدقات هناك بيتم إيداعها في المساجد في الصناديق المخصصة لموائد الرحمن، اللي ليها انتشار واسع جدا في أغلب ساحات المساجد. وأول ما يأذن المغرب بيفطر كل الناس على مية وتمر، وبعد الصلاة بيتجهوا لموائد الإفطار. وبالنسبة للمائدة الرمضانية هناك، فأشهر أكلة في كازاخستان هي البلوف، وهي مكونة من لحم الغنم والرز والمكسرات. ومن أغرب الأكلات هناك هي أكل لحم الخيل وشرب لبن الخيل والإبل المخمر، اللي بيمدهم بالطاقة خصوصا في فصل الشتاء، اللي درجة الحرارة فيه بتقرب من 50 تحت الصفر. ودي كانت أهم العادات الرمضانية في دولة كازاخستان. أتمنى تكون الحلقة عجبتكم، وما تنسوش اللايك والشير والسبسكرايب لأول مرة تشرفونا في القناة، واستنونا في حلقة جديدة، وشكرا.